تخيل معايا تكون عندك طاكسي خدام على وليداتك، المهم باغي غير تعيش باش تجيب النهار ديالك. حتى واحد النهار غادي تجيك اغرب كورسه بحال قلتي داكشي ديال الاندراي غادي توصل لجنين اللي هي قصه ما كتدخلش حتى للعقل. وهذه القصه اللي غادي نشوفوا اليوم، وهذا هو اللي حكى لنا القصه. سميتو حافظ، عنده 40 عام، واللي اللي عاودنا هذه القصه عن طريق الفورم باش باي ذا واي باش ما تنساوش. الفورم ديما كتكون في الديسكريبسيون ديال اي فيديو، ما تنساوش نتوما تقدروا تعاودوا لنا القصص ديالكم الا كانت قصه مرعبه، قصه رومانسيه، ولا قصه ديال شي زواج، ولا شي قصه قصيره، ولا شي قصه واقعيه عشتوها. المهم اي تايب ديال القصص. باش ما نطولش عليكم المقدمه، لايك سبسكرايب ويلا نبداو القصه. السلام عليكم، معكم حافظ، عندي 40 سنه وكنسكن في مدينه اسفي. باي ذا واي انا انسان عادي. فاش كنقول لكم عادي، انسان عادي باغي يجيب القوت ديالنا. المهم عندي طاكسي كبير وهو باش كنخدم، وكنش طريق من اسفي حتى لمدينه مراكش. من صغرنا وحنا كنسمعوا ديك الهضره خايبه على الجن، كيقولوا جنون خايبين وكيأذيو بنادم، ولكن ماشي هذه هي الحقيقه. الحقيقه انا اللي شفت حاجه اخرى وعشت حاجه اخرى، اللي عمرني تخيلت ان الجنون غادي يكونوا ظريفين لهاد الدرجه وكيتعاملوا مع الناس بطريقه زوينه. المهم كانوا الجنون يقدروا يعاملوا احسن من بنادم اللي وهذا الشيء من المنظور ديالي ومن بعد هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم. او صراحه في شكل انا راه كنتوقع ديما القصص ولا القصص ديما اللي قريتهم ولا اللي عاودتهم تقريبا في الشين واحد جوج قصص ديال الرعب كانوا ديما جن كيكون فيهم قصه انه كيأذي بنادم. ما عرفتش هاد القصه كيفاش غادي تكون اخي حافظ، ولكن نمشيو معاك في هاد القصه ديال داكشي كامل اللي كنا كنسمعو ما عندوش علاقه بالجن. هادشي اللي بان ليا وهادشي اللي حسيت به من نهار تلاقيت معاهم في واحد العشيه تقريبا من ورا المغرب. كنت في مدينه مراكش وكنت كنعمر البلاي. باش نرجع لاسف، ركبوا معايا شي ناس وركبت معايا واحد المراه دايره لتام بيض مدرقه وجهها ما كيبان، وكان معاها واحد السيد عنده لحيه كبيره. هاد السيد كيبان حافظ كتاب الله القران، حيت هز معاه واحد سابح وكيبدا يسبح وما كيهضرش بزاف. السيد وهضرته كانت موزونه، ما كيزيد ما كينقص. لابس حتى هو واحد الفوقيه لونها كري اي رمادي وداير واحد النظاظر. المهم كيبان هو راجل ديال داك المرء ما راجله. طلعوا ومني كملت داك البلايص حركنا راجعين لمدينه اسف. حتى لهنا القصه مزيانه كلشي هو هذا. المهم داك السيد قال لي بغيت ننزل غير في الطريق، يعني هو ما غاديش يكمل حتى لاسفي، ماشي بحال داك الناس اللي راك شادين. وكانت واحد المراه وبنتها اللور كيهضروا مع بعضياتهم مجمعين. واحد الوقيته هضر معايا داك السيد اللي باللحيه اللي قلت لكم عاودكم عليه. قال لي مول الطاكسي وقف لينا هنايا شي بلاصه. قلت ليه واخا. مني وقفت نزل داك السيد ونزلت المراه بوحدها. وفاش نزل مع داك الراجل جلست كيهضر معاه واحد شويه. المهم داك المراه وبنتها اللي كانوا عاودت لكم انهم كانوا راكبين الطاكسي بداو كيوشوشوا بيناتهم كيهضروا غير بشويه بلا ما تسمع الهضره. كيهضروا على داك الراجل بالضبط هو مراته. انا كي كان كيسحب ليا هذاك الراجل هذيك مراته، ولكن راه ماشي مراته. المهم انا فاش سمعتهم صراحه هذوك الناس اللي اللور اللي هي المراه وبنتها كيهضروا فيهم، انا صراحه ما عجبنيش الحال، غير هو ما دوي. المهم بقيت كنتسنى انا داك السيد يخلصني ونتحرك في حالي. واحد شويه اسيدي داك السيد رجع ركب وخلى داك المراه هي تمشي بوحدها. وانا كنقول ليه الحاج واش ما غاديش تنزل هنا؟ قال لي لا، المراه بوحدها اللي غادي تنزل هنا. سد الباب قلت ليه واش ما غاديش تخلصني؟ قال لي لا، انا اللي غادي نخلص. زعما راه نورمالمون هو اللي غادي يخلص البلاصه ديالو ويخلص البلاصه ديال المراه. صافي هنا قلت ماشي مشكل. صافي تحركنا. بقاو داك المراه وبنتها اللور كيهضروا غير بشويه. مني تمشيت بالطاكسي واحد شويه داك السيد جبد الفلوس وخلصني. صافي وخلصت ديك البلاصه ديال داك الام. فواحد الوقيته قال لي مول الطاكسي واش عندك شي نمره؟ قلت ليه عندي. قال لي عطيها ليا، راه شي 3 ايام دابا وغادي نصوني لك وبغيتك تجي لنفس هاد البلاصه فين وقتي دابا تلاقى هاد المراه بغيتك توصلها. قلت ليه ولكن الا كنت زعما مسالي. قال لي واخا. وقت ما كنتي مسالي غير هو زعما ضروري تجي تهزها، راه ما عندهاش اللي غيهزها من داك حركنا سيدي واحد شويه وهي يقول لي صافي نزلني غير هنا حيت انا كنسكن هنايا. داك المراه كتسكن تما. انا في ديك الساعه عرفت باللي الصراحه داك المراه ماشي طبيعي، حيت الحاجه اللي جاتني غريبه ان داك المراه نزلت البلاصه اللي ما فيها لا ديور لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي دوار اصلا تما. المهم انا قلت واخا. السيد نزل وقال لي ما تنساش الله يرحم بها الوالدين، منين صوني عليك وكنتي مسالي قضي معنا هاد الغرض وداك المراه غادي تعطيك فلوس اللي بغيتي ما غاديش تضيع. قلت ليه صافي ماشي مشكل. يعني من ان بقات كدور ليا في بالي انا ديك المراه نزلت في الها ما كاين لا دوار ما كاين دار تما ما فهمت حتى شي حاجه. المهم غير نزل داك السيد بدات داك المراه اللي ركبت في الاول قلت لكم اللي كانت هي وبنتها راكبه اللور كتهضر معاه هي وبنت. قالوا لي مول الطاكسي واش ما شفتيش هاد المراه اللي كانت راكبه شي حاجه غريبه فيها؟ قلت كيفاش علاش كدوب؟ زعما درت راسي حتى انا ما فاهم والو، علما انني حتى انا دخل لي الشك في داك قالت لي داك المراه ما كانش عندها الظل. انا
هنايا برد ليا الماء في الركابه، وراه بالسيف يبرد لك الماء في الركابه، راه كيفاش مرا ما عندهاش الظل، راه هذه دماغك ما غيفهمها. داك الراجل كان عنده الظل، انا قالت لي داك الراجل راه كان عنده الظل، ولكن المراه ما كانش عندها كاع. بقيت كنشوف قلت لها لا لا واقيلا غير كتخايلي، حيت انا براسي ما دخلتليش الباغي، وصافي راه يمكن غير كيتخايلوا، ولا يمكن مع الطريق وكذا راه ما ردوش. قلت لي لا ماشي غير انا، حتى هاد السيد اللي راك دانا راه شافها فعلا، داك السيد حتى هو دوا واكد لي داك الهضره. انا صراحه جاتني هاد الهضره غريبه، وقلت مع راسي واقيلا غير خيل. وتا انا بصراحه من المنظور ديالي كان اللي كنعاود ستوري، راه صراحه جاتني غريبه ان واحد ما يكونش عنده الضوء، ولكن بوسيبل الا كانوا من داكشي من صحاب الحال، ما راكم عارفين الا كانت شي جنيه شويه. داك السيد اسيدي اللي اكد لي داك الهضره حتى هو اكدها، ولكن مصدوم. انا ديك الساعه راه فعلا قلعت، ولكن بقات كدور ليا في بالي داك القصه حتى وصلنا اسيدي الاسف. نزلوا الناس من موراها داز الايام عاد، حتى داز داك 3 ايام بالضبط. من ورا المغرب كنت طالع كمريح، هز تليفوني كنسكرولي واحد شويه وهي تصوني واحد النمره. طلعت داك النمره، ولكن هذه النمره غريبه، يعني انا ما مسجلاش اصلا. جاوبت قال لي واش عقلتي عليا انا هو داك السيد اللي كنت داير اللحيه وصلتيني داك النهار مع داك المراه؟ قلت لي اي يا سيدي عقلت عليك. قال لي يا سيدي واش مسالي دابا تقدر تمشي عند داك المراه؟ انا داك الساعه قلت لي سيدي محمد بغيت نسولك على واحد السؤال، واش داك المراه انسانه يعني بنادم عادي ولا جني؟ هو داك الساعه بدا كيضحك معايا وتيموت بالضحك. قال لي شوف صافي غير سير وتلاقى ديك السيده اللي كتسناك تما، ولا حتى جيتي شي حاجه صوني لي. صراحه ما جاوبنيش، ولكن انا من داك الضحك حسيت باللي انا غير كنخرب، وهو فهمتي داك الشيء اللي بين ليه عن طريق ديك. المهم نزلت داك الساعه ديماريت الطاكسي، مشيت لذاك البلاصه فين نزلت المراه اول مره، وفعلا لقيتها واقفه كتنى. سلمت عليها ردات عليا السلام، باي ذا وي راه ماشي سلمت عليها بيديا، راه هي قلت السلام عليكم. قالت لي شوف غادي ندوزو من واحد الطريق، بغيتك تهز ليا وليداتي وتهز ليا شي رحيل صغير غير شي اتات خفاف. قلت لها صافي واش بغيتي زعما طرح لي شي بلاصه اخرى؟ قلت لي بغيت نمشي عند راجلي اللي في واحد البلاصه واحده اخرى، ما بغيتش نكونوا بعادين على بعضياتنا. وديك الساعه انا ما بغيتش ندخل معاها في تفاصيل، حيت قلت لكم باقي القصه كدور لي في دماغي وما فهمت حتى شي حاجه. ركبت السيده قدامي، بقيت كنحق نشوف هكا واش كاين شي حاجه غريبه، واش فعلا داكشي اللي قالوا لي ديك المره انه واش ما عندهاش ظل، ولكن والو، راه فعلا السيده ما عندها شي ظل لا والو، وبنت ليا انسانه عاديه يعني حتى هي بحالنا بحالها. وهذا الشيء اللي زاد دخل لي الشك اننا بحالنا بحالها، ولكن السيده ما عندهاش. تحركنا سيدي دخلنا في واحد الطريق اللي الصراحه خاويه وغادي غير بشويه. داك الساعه حيت قلتو بحال قلتو غير الحجر، طريق عامره غير حجر. داك الساعه قالت لي مول الطاكسي شوف غادي نوصيك واحد الوصيه، الدوار اللي غادي نمشيو ليه الا تلاقينا معاني شي ناس من الاحسن ما تهضرش معاهم، الا قال لك شي واحد سلام عليكم، الا قال لك شي واحد السلام عليكم رد عليه السلام، الا ما قالهاش لك ما تسلم عليه ما والو. انا فزت قالت لي الصراحه هاد الهضره زدت ستريسيت، ولكن ما عنديش كيفاش نزيد نرجع له صافي، حيت ديجا وافقت ليها واخا غادي نمشي نص ساعه. ومن بعد قالت لي وقفني غير هنا، انا غادي نمشي نسبقك من ورا شي 5 دقائق بحال هكاك، غادي تتبعني وغادي تجي من مور. انا سحب ليا داك البلاصه فيها شي ديور، يعني في مورا ما دوز 5 دقائق غادي ندوز، غادي تبان لي شي ديور ولا شي حاجه، يعني غيكون عندي واحد الانديس ملي غادي نمشي. من ورا 5 دقائق وصلت واحد الطريق بحال اللي قلتو فيها جوج طرقان، كاين الطريق اللي غاديك اليمين وكاين الطريق اللي غاديك للشمال. هنا ركزوا معايا بالضبط في هاد. انا ديك الساعه شنو اختاريت؟ ما عرفتش فين غادي نمشي، ولكن اختاريت اليسار وتميت غادي. دخلت لواحد البلاصه فيها الديور فيها الناس، ولكن الصدمه ان دوك الناس ما كانش عندهم ظل بحال داك المراه اللي ركبت معايا في الطاكسي. دخلت وقفت، جا عندي واحد قرب للشجم وبدا كيدا قال لي سير. انا ديك الساعه بقوه ستريس والخلعه سمعت السلام، نزلت الزجاجه وقلت له وعليكم السلام، ولكن هو في ذاك اللحظه شنو غادي يعاود يقول لي سير بواحد النبره اللي هي خايبه. خلعت انا الصراحه ديك الساعه ستريسيت وبغيت نطلع غير الزجاجه، هو شدا بيديه وقال لي نزل نهضر. بدا كيعيط لدوك الناس ديال الدوار. انا ديك الساعه فاش عيط للناس الدوار قلت صافي هذه هي الاخرى. جاو داك الناس كيجريو، طلعت الزاج بالخف هما يدقوا عليا طرا نزل. المهم ناضت الحيح هذيك الساعه وانا ما عارف والو، راكم عارفين انا مستريس شويه. بديت كنسمع الصوت ديال الوالده ديالي وهي كتعيط حفيظ ولدي شنو كدير هنا، وصوت الوالد حتى هو. انا ما فهمتش الصراحه جابهم من تما واش كيديروا تما، و اون بليس ماشي غير الصوت، شفتهم واقفين وسط داك الناس. حليت داك الباب بقوه صافي ارتحيت، حليت داك الباب خرجت كنجري عندهم، ولكن ملي قربت لقيتهم ناس عادي ماشي والديه. تما فهمت باللي هذوك الناس بنون وكيقدروا يتمثلوا بالصوره ديال اي انسان ويتمثلوا بالصوره ديال الوالد. رجعت كنجري للطاكسي ولقيتهم حابسين الطريق، ولكن ما اداوني ما والو. واحد فيهم قال لي شنو جيتي دير هنا؟ قلت ليه شوف
شوف انا جيت غير مع واحد المراه قالت لي كاين واحد الامانه غادي نمشيو غادي نجيبوها وغادي نرجع بحالي. انا راه ما باغي ندير حتى شي حاجه. قلت ليه شوف راني والله الا غير مول الطاكسي خدام على راسي. قال لي شوف واش تقدر تمشي معانا؟ قلت ليه لا صراحه بغيت نمشي غير بحالي. قال لي شوف سؤال واحد واش انت مسلم؟ قلت ليه مسلم. قال لي واش كتصلي؟ قلت ليه كنصلي. قال لي شوف ملي عرفناك باللي راك مسلم صافي غادي نطلق منك وغادي تمشي في حالات، ولكن واش تقدر تمشي معنا غير بالخاطر؟ ما غادي ناديوك ما والو، غير بغينا نعرفوا كيفاش قدرتي توصل لهنا ولا كيفاش جيتي لهنا. مشيت معاهم لواحد الدار ريحوا معايا واحد 3 ديال الرجال بقاو كيسولوني شي اسئله عاديين. فهاد اللحظه جبت تليفوني وصونيت على ديك السيد اللي بالحي قلت ليه السي محمد فين دخلتيني هاد البلاصه فيها غير جنون. قال لي شوف ما تخاف ما تدهش غير قول لهم سميتي وغادي يتعاملوا معاك واحد المعامله اللي هي زوين. قلت ليه سيدي وشكون انت وشنو سميت؟ قال لي انا الفلان فلاني. يعني ما بغيتش نعطيكم السميه بديطاي حيت غادي تكون واحد لانديس كبير في القصه اللي غادي يقدر يجبد ليا بزاف ديال الصداع. المهم فعلا صراحه غير قلت لهم داك السميه بدلوا معايا تعامل 180 درجه. قالوا لي راك غلطتي في دوار، داك الدوار اللي انت باغي تمشي ليه راه هو في طريق وخدا وراوني داك الطريق منين خاصني نمشي. مركب معايا واحد فيهم وصلني حتى لتما. لقيت داك المراه مازال مسكينه كتناني. قلت لي شوف غير سمح لي راه الغلط مني نسيت ما نعتش ليك طريق مزيان. هذوك الناس اللي دخلتي عندهم راه ما فيهمش بغات تقصد لي انهم مسلمين ولكن معصبين وهما انسان بغيت نقصد راه تخربقات لي القصه بغيت نعاودها وتخربقات لي جنون مسلمين ولكن صعب. يعني هادشي اللي فهمت من السيد اللي كيعاود انهم جنون ولكن صعاب التعامل ديالهم. المهم داك المراه قالت لي بغيت نرحل على راجلي وفهمت من هضرها ان راجلها خدام مع شي فقي في على شي كنز. مشينا في الدوار ديالها وصلتني عاوتاني هاد المره ما نهضر مع حتى شي واحد. الدوار ديالها كانوا فيها الناس مخنزرين الشوفه ديالهم صراحه قاصحه. وقفت انا قدام دارها نزلات هضرات مع شي ناس خرجوا 3 ديال الدراري صغار جاو كيجريو صراحه. جا واحد الراجل عندي قال لي نزل داك الدجاجه ما عرفتش كيفاش يديه وصلت لعنقي وشدني وزير علي. قال لي حل الباب ولا غادي نصفي لها ليك غادي نصيفطك انا ما عرفتش يديه كيفاش وصلت للباب تحلات الباب خرجت بدا كيضحك داك الساعه وانا عرفتي انت ديك اللعيبه ديال صافي خديت غرض هي اللي طرات ديك الساعه. قال لي شوف مالك مخلوع راه حنا كنديروا هكا مع البراني اللي ما كنعرفوش ولكن صافي راه عرفناك باللي غادي توصل انت الدراري. مرتاحيت الصراحه واخا بردوا عليا ركابيه وتقليت ديال بصح حيت مازال لحد الان انا هاد القصه هادي ما عارف كيفاش قدرت نكمل فيها علما يعني انني كنموت بالخلع ولكن حيت شفت باللي راهم ظريفين وناس مزيانين وما اداونيش علاش بقيت نكمل في هادشي. يعني من انني راه باغي غير ندخل الطرف ديال كما قلت لكم انا غير من الطاكسي علق مع المراه حوايجها وركبات داك الساعه هي وليداتها. حنا خارجين دري صغار بداو كيبكيو باش يشوفوا خالهم. داك الساعه رجعت بهم للدور علما ان خالهم هو داك اللي شنق عليا وقال لي هبطوا داك المهم راكم عرفتوا التفاصيل. وكانت ديك الساعه داك المراه صراحه ظريفه بزاف وحنا راجعين من الشارع الكبير واحد الراجل وقفني على الطريق بغى يركب. هذاك الراجل مسكين كان راجل شارف بغى يركب طاكسي. انا قلت ليه ديك الساعه الطاكسي عام بدا كيشوف هكا شاف الاول لقى المراه جالسه شاف اللور لقاه خاوي. فاش شاف اللور لقاه خاوي قال لي شوف راه خاوي ما فيه والو اللور. انا بقيت كنحلف ليه ديك الساعه قلت ليه راه والله حتى عامر وهو ما بغاش يتيق. المهم نزلت داك المراه تهضر معاه غير شافها وشاف رجليها وهو يلوح داك القفل اللي عنده وداك الصخره اللي عنده وضربها بواحد الجريه اللي انا ما فهمتش كيفاش قدر يجري بداك الجريه والراجل يعني من انه كبير. وانا ديك الساعه قلت صافي راه واقيلا شاف شي رجلين ديال شي معزه واللي بقوه الخلع انه دار داك الجريه كامل. حركنا سيدي زدنا مع الطريق واحد شويه حنا تلاقاو الجدار وهذيك الساعه الجدارميه شدونا وكان معاهم داك السيد اللي هرب اللي قلت لكم هو الراجل الكبير اللي وقفنا في الطريق باش انه يركب مع وقفنا سلموا علينا الجدارميه وينطق داك السيد الكبير قال لهم ها هو مول الطاكسي راه هز معاه الجنون. انا فاش سمعت داك الهضره حكت درت واحد الابتسامه اللي خفيفه. الجدارمي طلع هكا في الطاكسي شاف المراه والدراري كانوا عاديين حتى المراه كانت عاديه. راه قلت لكم كيقدروا يوليو في الصيفات طلب مني شي وراق يعني الصراحه ريقولوا كلشي هو هذاك. الجدارمي هضر مع المراه نزلات بانت لي عاديه بدا كيدوي معاها حتى هي كدوي معاه المهم كلشي عاد. اما داك السيد فكان كيشوف شي حاجه اخرى بقى كيقرا القران وهرب كيجري بحالات هرب فعلا هرب. المهم الجدارمي صراحه ديك الساعه بدا كيضحك حتى الجدارمي الاخرين كانوا كيضحكوا وقالوا لي صافي قدرت تمشي بحالك هاد السيد راه واقيلا ماشي طبيعي. وانا الصراحه راه عذرته وكنظن 100% شاف داك الشيء اللي انا لاحظت. وصلت المره لواحد البلاصه صراحه قريبه لبن قرير دخلت في واحد الطريق مكرفصه. قلت لي شوف رد البال هاد المنطقه راه فيها جنون ولكن راه ماشي مسلمين الا لقاو فيك الفرصه راه غادي ياكلوا. انا تخلاج بديت كنشوف شي حيوانات كبار بحال الحلوف هذاك الخنزير اللي
هو كيكون بري بحال هكا. هما هاد الحيوانات كثر بزاف. المهم قالت لي شوف ركز غير في الطريق ما تشوفش فيه. وصلنا لواحد الدار اللي هي كبيره، خرج راجلها كان لابس واحد الفوقيه كحله وعنده واحد اللحيه اللي هي طويله، رحب بيا بزاف وطلب مني ديك الساعه ننزل نشرب معاه. تما لقيت واحد الفقي كبير في السن هو اللي كان كيخدم معاه هاد الجنون هذا. وداك الفقي وراني باللي زعما راه هو انسان عادي، حيت وراني الظل ديالو. كما قلت لكم داك الناس اللي مانوش عاديين راه ما كيبانش الظل ديالهم كاع. صافي تما تاكدت باللي راه هو بنادم. عاود لي القصه المؤثره كيفاش كيعيشوا، كيفاش كيتصرف معاهم، زعما كيفاش كيتعايشوا معاه. وانا صراحه تعاطفت معاه وفي نفس الوقت جاني داكشي بيزار وشي حاجه ماشي لوجيك. وفي الاخر صراحه خلصوني مزيان. كنت في داك بحال قلتو في داك الكورسه اللي ديتها كانوا عطاوني 3 ديال المليون. وتحركت الصراحه تحركت بحالي. وداك الراجل ركب معايا تفت داك البلاصه اللي كانوا فيها داك الحيوانات اللي قلت لكم، داك الخنزير وداك، باش انه يحميني زعما لو وقعت شي حاجه وريني النيت منين كان. من بعد نزل فاش صافي وصلت للبلاصه اللي هي مزيانه، رجعت للداري ومن تما ما بقيت كنخدم في كورسه بالليل نهائي. ولا عيط ليا شي واحد كان كيقول لي اجي قضي لي شي غرض بالليل، كنقول ليه شوف ما عنديش رخصه ديال الليل. حيت الصراحه واخا ما تاديتش، واخا كانوا معايا ظريفين، ولكن داك الخلعه باقا لحد الان لاصقه فيا ولحد الان باقا في الدماغ ديالي. باقي ما لقيناش تفسير حيت داكشي اللي شفتو انا في شكل، وفاش كنبغي نعاودها لاي واحد ما كيتيق. الصراحه بيني وبينك القصه ديال في شكل وكنظن الا ما عاشاش الواحد صعيب باش يتيقها، حيت ما عرفتش، حيت صعيب انك طيح في نفس السيتوياسيون، وخاصه انك كتكون العقل ديالك كيتعود على شي حاجه اللي عقلانيه. مثلا شديت السيلو بحال هكا لحتو عارفوا بلي غادي يطيح، ولكن فاش غنشد السيلو هكا وغنلوح وغيطير بطبيعه الحال عقلي غيبدا يقلب على شي حاجه اللي تكون منطقيه اللي نقدروا نفسروا بها الدائره. وللاسف ما غنلقاوش شي حاجه منطقيه نقدروا نفسروا بها الدائره. وهنايا كتكون الصراحه كملات القصه، وكنتمنى الصراحه تكون عجباتكم. انا بعدا صراحه قصه عجباتني وفي نفس الوقت جاتني في شكل، حيت انا بلاصتو راه الصراحه نسمح في طاكسي ومشي يخرج بحال، حيت راه ما نقدرش ندير هادشي اللي داروا راه فريمون فكل ولا صعيب يديروا اي واحد. ما عرفتش صراحه القصه في شكل. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم القصه، تعمروا الفورم ديال القصص ديالكم كيف ما قلت لكم، سواء قصه ديال الرعب، سواء قصه رومانسيه، قصه ديال الزواج، ولا شي قصه قصيره واقعيه عشتوها. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب للفيديو، قولوا لي في الكومنت كيما قلت لكم شنو الراي ديالكم في القصه. الفورم راه هي تحت في الديسكريبسيون، نعاود نقولها لكم. تهلاو ليا في راسي. The lion bit.